خيطت بق حماتي وحلقت لها شعرها علشان ما تفضحش السر اللي انا خبيته. قبل ما نبدأ الحكاية اعرفكم بنفسي. انا وداد، عندي 30 سنة. وفي يوم حماتي دخلت عندي وبتقولي: انا مش فاهمة ايه البرود اللي انتي فيه ده يا شيخة، حرام عليكي، جوزك داخل على شهرين غايب من البيت وانتي بقيتي باردة، مش عايزة تنزلي تدوري عليه ولا تشوفيه فين. وداد ردت وقالت: يا فتح يا عليم يا رزاق يا كريم، هو في يا حماتي على الصبح؟ انت كل يومين 3 لازم تيجي تقولي لي الكلمتين دول وتحرقي دمي؟ وبعدين يا حبيبتي انا رحت وبلغت ومفيش جديد. والله العظيم يا وداد، لو عرفت انك السبب في ان ابني يختفي، والله ما تعرفي هعمل فيكي ايه. انا قلبي اصلا مش مرتاحلك وبيقولي ان انت السبب في اللي حصل لابني. وفي الوقت ده انا قربت منها ومسكتها من وشها وقلت لها: اخر مرة اسمعك بتقولي الكلام ده، انتي سامعة ولا لأ؟ بقولك ايه يا حماتي، انا مش ماشية غلط ولا بعمل حاجة حرام عشان اعمل حاجة زي دي. وفي الوقت ده حماتي خافت مني قوي وقالت: خلاص خلاص انا مش هتكلم في حاجة. وبعدها مشيت وانا نزلت ورحت لحنان اختي وقالت لي: ايه يا بنتي، قلت انك عايزاني في موضوع مهم، في ايه خير قوليلي. وداد قالت: على اساس انك سألتي عليا يعني لما قلتلك كده، انا قلت بس الكلمة دي علشان ما تخرجيش زي كل مرة لما بكلمك بلاقيكي برا. حنان قالت لها: والله مش عارفة اقولك ايه يا وداد، بس احمد جوزي مش عايزني اشوفك خالص ومعرفش فيه ايه ولا هو بيقولي كده ليه اصلا. وداد قالت لها: طيب كنتي قوليلي يا حبيبتي وانا ما كنتش هزعل، بس هو انا عملت ايه لاحمد جوزك يعني عشان خاطر يقول كده؟ وبعدها باب الشقة اتفتح ودخل احمد. احمد: ايه ده وداد، ازيك؟ ايه الاخبار، عاملة ايه؟ حنان قالت له: كويس انك جيت، اختي كنت وحشاها وقالت تيجي تطمن عليا لما ادخل احط الغدا علشان نتغدى سوا. وبعدها قامت دخلت جوه وانا رحت جنبه وقلت له بصوت واطي: هو انت فاكر انك لما تقول لاختي تبعد عني مش هتعمل اللي انا عايزاه؟ بقولك ايه، انا كنت جاية النهاردة وناوية اقول لها على كل حاجة، بس قلت يا بنت خليكي جدعة. احمد: هو انت عايزة مني ايه؟ ليه مصممة تخربي بيت اختك؟ حرام عليكي والله، حرمت عليك عيشتك يا بعيد. مش قد الحاجة يا حبيبي بلاش تعملها، المهم عايزاك تروح المخزن بكرة، بلاش تنسى ان اللي جوه ده لحم ودم زينا. فلاش باك. وداد اتجوزت عاصم من 5 سنين وكانوا بيحبوا بعض جدا، بس للأسف وداد كان عندها مشاكل تمنعها من الخلفة. وعاصم لما شافها زعلانة قال لها: ما تزعليش نفسك يا وداد، عشان خاطري ما تزعليش وبطلي عياط، صدقيني مش عايزة عيال، كفاية عليا انتي وبس. وداد ابتسمت وقالت له: ربنا يخليك ليا يا عاصم. بس طبعا عاصم فضلت تلح عليه من ورا وداد وقالت له يتجوز عليها، وقالت له: انا عايزة اشوف عيالك يا ابني قبل ما اموت. وبعد الحاح عاصم اتجوز على وداد بس من وراها، واخد لمراته التانية شقة بعيد جنب شغله، وده لانه بيسافر اصلا لشغله 4 ايام في الاسبوع. وعشان كده وداد ما حستش بحاجة. ومرت الايام ومرات عاصم التانية اللي اسمها دينا حملت، وكان عاصم معاها عند الدكتور، وهما نازلين قابلوا احمد جوز اخت وداد وشاف دينا معاه. طبعا احمد شك في الموضوع، بس عاصم قاله ان دينا مراته وحامل وحلفه ما يقولش لوداد اي حاجة. بس احمد طبعا قال لوداد في نفس اليوم على كل حاجة، ومن هنا بدأت الكارثة. وداد اول ما عرفت حلفت لتنتقم من جوزها بأبشع طريقة، واتفقت مع احمد
جوز اختها، وضغطت عليه انه يخطف عاصم ويربطه ويحطه في مكان محدش يعرفله طريق. احمد في البداية رفض، لكن بعد ضغط كبير جدا من وداد، وبسبب انه كان محتاج للفلوس اللي وداد عرضتها عليه علشان امه كانت في الوقت ده تعبانة جدا، وافق. باك وداد قالت لأحمد يروح يطمن على عاصم لحد ما تروح تاخد حقها منه، وبالفعل أحمد راح لعاصم، ووداد كلمت أحمد بعد ما روحت البيت وهو عند عاصم وقالت له: ها، الأخبار، عايش ولا مات؟ قال لها: ما تقلقيش، الرجالة واخدين بالهم منه. قالت له: تمام، عموما انا هاجي النهاردة علشان اخلص كل حاجة، علشان انا زهقت من حماتي والزن بتاعها، كل يوم تقولي ابني راح فين، وابني عامل ما روحتش تسألي عليه وتدوري عليه ليه، وانا زهقت بقى من زنها. انا هجيله النهاردة على الساعة 8 كده. وفي الوقت ده حماتها سمعت كل حاجة ودخلت عليها وقالت لها: انا كان قلبي حاسس انك ورا كل البلاوي دي، والله لو اديكي في داهية يا وداد. وداد جريت عليها وكتمت بقها وقالت لها: اخرسي يا ولية خرفانة انتي بدل ما اخلص عليكي. واخدت حماتها حبستها في اوضة وقفلت عليها وربطتها وكتمت بقها ببلاستر، وقالت لحماتها: انتي عارفة يا ولية يا خرفانة، انتي لو سمعت نفسك والله هحلقلك شعرك وهخيطلك بقك، انتي سامعة ولا لأ؟ انا هروح مشوار ورجعالك. وداد راحت عشان تقابل احمد علشان يوديها عند عاصم، وجابت معاها كل الاوراق اللي هتمضي عليها. وبالفعل راحت بصمت عاصم على كل ممتلكاته، وبعدها قالت للرجالة اللي واقفين: يلا فكوه. وقالت لعاصم: روح بقى لمراتك وابنك واحمد ربنا اني سبتها حامل ومرضتش اسقطها، واكتفيت بس باني اخد منك كل ما تملك. عاصم بصلها بقرف وقال لها: انتي انسانة حقيرة، وانا مش متخيل ازاي كنت متجوز واحدة بالبشاعة دي. ورمى عليها يمين الطلاق ومشي. وداد رجعت البيت وفكت حماتها وقالت لها: يلا يا ولية انتي اطلعي برا بيتي. حماتها قالت لها: بيتك منين؟ ده بيت ابني. ضحكت وداد بصوت عالي وقالت لها: بيت ابنك؟ ما خلاص يا حبيبتي، ما بقاش بيته، كل حاجة باسمي دلوقتي. في الوقت ده عاصم جه علشان ياخد امه حضنته جدا بلهفة وفضلت تعيط وقالت له: عاصم انت رجعت يا حبيبي، تعالى شوف الكلام الفارغ اللي وداد بتقوله، بتقول انك كتبت كل حاجة باسمها. عاصم قال لها: يلا يا امي، هاتي حاجتك ويلا نمشي من هنا، وبعدين هفهمك كل حاجة. واخد امه وراحوا عند دينا مراته التانية. دينا قالت له: كده يا عاصم ما تسألش عليا، انا كنت خايفة اولد او يجرالي حاجة وانا لوحدي وانت مش جنبي. قعد عاصم وحكالها كل حاجة حصلت. دينا قالت له: ولا يهمك يا عاصم، المهم انك كويس. ومرت الايام ودينا ولدت وقامت بالسلامة، وعاصم جاب ولد وسماه محمود على اسم جده. وطبعا وداد برغم كل الفلوس اللي اخدتها من عاصم بس فضلت عايشة وحيدة في البيت الكبير ده، وكانت كل يوم بتعيط من قهرتها ومن الوحدة اللي هي عايشاها. لو القصة عجبتكم ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو واشتراك للقناة وتفعيل زر الجرس علشان يوصل لكم كل جديد.